بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير بمناسبة دخول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لكل شعب طريقته في استقبال شهر رمضان. في هذه الحلقة راح نتعرف كيفية استقبال شهر رمضان لدى الشعب الإندونيسي. لكن قبل لا نبدأ الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هيا بنا. من أكثر العادات للشعب الأندونيسي عند استقبال شهر رمضان هي زيارة قبور الأجداد والآباء أو الأقارب والأحباب. ويبدأ هذا التقليد من منتصف شهر شعبان، حيث تبدأ العوائل بالتجمع في بيت أحد أفراد الأسرة، وعادة من يحضر هم الذين بلغوا سن الرشد، ويقوم الكبار في توجيه من هم أصغر منهم لمعرفة أماكن قبور أجدادهم أو آبائهم، حتى يتعرف الجيل الجديد على مواقع القبور ويدعون لهم بالمغفرة والرحمة. باوي أوبور، هذا التقليد الشعبي يراد به إظهار الفرحة والسعادة بقدوم شهر رمضان، وهو تقليد سنوي يظهر البهجة والسرور بين الأهالي، ليس في جاكرتا وما حولها فقط، وإنما في معظم مناطق إندونيسيا. ويهدف هذا التقليد إلى زيادة قوة الترابط والأخوة بين الأهالي، بالإضافة إلى حمد الله على نعمه، وخصوصا أن مد الله في أعمارهم لاستقبال الشهر الفضيل بالتعبد والطاعات. وهذا التقليد عبارة عن مسيرة يقدمها رجال الدين في المنطقة، بالإضافة إلى الأهالي والأطفال، حاملين معهم الشموع والشعلات التي تم صناعتها من الخيزران أو البامبو، حيث يجوبون الطرقات العامة والأحياء السكنية وهم يهللون ويكبرون، بالإضافة إلى الصلوات على النبي. وعادة ما تبدأ هذه المسيرة بعد صلاة العشاء في الأيام الأخيرة من شهر شعبان. مونغاهان، هذا التقليد يرتبط بشكل كبير بسكان منطقة جاوا الغربية أو قبائل السندا، حيث أن أصل كلمة مونغاهان من لغة أهل السندا، ومعناها الرفعة والسمو، حيث أن الصيام عبادة للروح، فالصائم سوف يسمو ويترفع عن الأمور الدنيوية ويتقرب إلى الله. وهذا التقليد عبارة عن تجمع العائلة بكل درجاتهم، من أكبرهم سنا حتى أصغرهم عمرا، في بيت أحد أفراد العائلة الذي تفضل في ضيافتهم، وعلى الجميع إحضار الطعام معهم. والهدف
من هذا التقليد هو تجديد روح المودة والمحبة بين الجميع، وطلب الصفح والسماح فيما بينهم. وبعد الدعاء للجميع وطلب الغفران والتطهير من الذنوب والخطايا، يتسامح الجميع ويدعون إلى بعضهم البعض أن يكون الشهر الفضيل شهر خير ورحمة وبركة. نيورونغ، هذا التقليد عبارة عن توزيع المواد الغذائية للأقارب الكبار في السن، مثل الأب والأم والعم والعمة والخال والخالة، والأكيد الجد والجدة إذا كانوا على قيد الحياة. ويتم توزيع المواد الغذائية قرب دخول شهر رمضان، وخاصة لدى قبائل البتاوي. وعلى الرغم أن كلمة نيورونغ بدأت بالاختفاء بين الناس، إلا أن عادة توزيع المواد الغذائية ما زال منتشرا بين الناس حتى وقتنا الحاضر. والغرض من هذا التقليد هو التذكير بقرب دخول شهر رمضان المبارك، وكذلك تواصل الأرحام والأقارب والتسامح فيما بينهم. كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم. إذا عجبكم الفيديو انشروه في كل مكان، ودعمونا باللايكات، واعطونا رأيكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة. سامباي جنبلاقي، أندونيسيا، الحياة للأمام.